ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مرة واحدة في العمر، عندما تتوفر له الاستطاعة المادية والبدنية. وتفد إلى الأراضي المقدسة في كل عام ملايين الحجاج والمعتمرين لأداء الفريضة. وانطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تقديم أفضل الخدمات لكل من جاء ليؤدي هذه الشعيرة، فقد سخرت المملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها المادية والبشرية، ووجهت كافة وزاراتها ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم وسلامتهم منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى بلادهم، تحفهم عناية الله عز وجل، ثم الرعاية والمتابعة من حكومة هذه البلاد المباركة. وستلمس أخي الحاج والمعتمر أن هناك الكثير من المشاريع والإنجازات والخدمات والبرامج النوعية والعصرية المتواصلة والمتنوعة والمبتكرة التي أعدت لراحتك وأمنك واستقرارك، فلا تتردد أيها المسلم الكريم في الاستفادة من هذه الخدمات. وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.